أنا عارفة إن الفيديو ده هيزعل مني مطاعم كتير. النهاردة جايبالك صينية الوحوش بطريقة سهلة وبسيطة والطعم خطير، وكمان بربع تمن المطاعم. تعالي أقولك عملناها ازاي. نص كيلو بقى من اللحمة المفرومة، وعندنا كنور عملت لنا خلطة الكفتة الرهيبة. هتنزلي بالكيس بتاعها كده على نص كيلو اللحمة المفرومة، سمغيها لحد ما يظهر لها خيوط كده، وابدأي كده كوريها وخلصي الكور بتاعتنا ودخليها التلاجة 10 دقايق تتشمع. وعندنا بقى سجق، طاسة بقى سخنة ومعلقة زبدة، وابدأي كده انزلي بالسجق بتاعنا كده يتشوح، ملح وفلفل أسمر. وأول ما ياخد اللون الجولد ده صينية بقى كده واركنيه على جنب. يبقى كده السجق بتاعنا خلص. الكفتة بتاعتنا اتشمعت، برضو طاسة سخنة ومعلقة زبدة، وانزلي بقى بالكفتة بتاعتك. والكفتة ما بتتقلبش، بتتهز كده بالصينية علشان ما تفكش منك. اول ما تاخد اللون الخطير ده انزلي جنب السجق. وبعد كده عندنا بقى الكبدة متقطعة شرايح رفيعة، برضو طاسة سخنة ومعلقة زبدة، وأول ما تغير لون هنزل بمعلقة من بهارات الكبدة. وبس كده. عندنا بقى السر هنا هي الطشة بتاعتنا، عبارة عن توم مفروم وفلفل رومي مفروم وملح وكمون وشوية كزبرة. وقلبي بقى كل الكلام ده. عندنا فلفل رومي أحمر وفلفل رومي أخضر وبصل متقطع جوليان، غطيه بقى يستوي على البخار. تعالي نعمل سلطة الطحينة. معلقة طحينة دوبيها بشوية مية عليهم كوباية زبادي، وبعد كده تحطي معلقة مايونيز، ملح وكمون وتوم باودر وبابريكا ومعلقة من زيت الزيتون. وقلبي بقى كل الكلام ده كله. الطاسة بقى بتاعت الوحوش بتاعتنا، شوفي الجمال والحلاوة. حطي عليها بقى شوية بقدونس كده وعيش بلدي بقى وسلطة طحينة، شايفة الجمال يجنن. طعمه خطير، طريقة سهلة وبسيطة. ولو عجبك الفيديو لايك وشير.